السلام عليكم. تعالوا يا صحابي، شوفي هنعمل ايه العظمه النهارده. هنعمل شويه قراقيش زي الفل، تفطري بيهم، تتسلي فيهم، تتعشي بيهم. بصوا جمال جدا جدا. الاول كده صلوا على النبي كده، وصلوا على الحبيب لاجل قلبك يطيب. عشان نبدا كده الوصفه بتاعتنا جميله جدا، من اسهل الوصفات اللي هتبقي فيها شاطره ولهلوبه. ده كيلو دقيق لازم ننخله. ماشي، ننخلوه كده علشان لازم نديه ننخله. ننخله ايه؟ ننخله يا حبايبي. تمام كده. وحطيت رشة ملح، وهحط ربع معلقة بيكنج باودر. بصوا، وصفة سهلة جدا جدا، وانتي قاعدة كده في وسط عيالك هتقومي تعملي كيلو قراقيش، هيتسلوا فيه ويتعشوا فيه ويقوموا يفطروا بيه بكوباية شاي بلبن. هيبقى جميل جدا. لو عيل جعان هتديله شوية قرقشتين كده ياكلهم لحد ما انتي تخلصي الاكل. جميل جدا جدا يا بنات، والنتيجة كانت عظمة على عظمة. تمام كده. هنا بقى نص معلقة خميرة مع 3 معالق سكر، وهندوبهم في نص كوباية مية ونسيبهم لحد ما يتفاعلوا شوية، واحنا نحط السمنة. تمام كده حبايبي. قولوا لي بقى انتوا بتتابعوني من انهي بلد، وما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. اشتراك في القناة. يلي بتتفرج ولسه ما اشتركتش، اشترك، دوس على الزرار الاحمر عشان يجيب لك كلمة الاشتراك، دوس عليها التكة. يلا وانت بتتفرج كده التكة على كلمة اشتراك، وبعديها دوس على الجرس عشان يوصلك كل فيديو احنا بننزله. فعلوا على كلمة الكل. تمام كده. يلا صلوا على النبي كده واستغفروا كتير يا حبايبي. انا هنا حطيت نص معلقه خميره على نص كوبايه ميه على 3 معالق سكر، ودوبتهم وسبتهم شويه، او غطيتها وسبتها. هنا بقى السمسم هنحط، يعني انا حطيت كده كيلو دقيق، رشه ملح، ربع معلقه بيكنج باودر. هنحط 3 معالق سمسم محمر. ماشي كده. انا حطيت كده بالويم بس هم 3 معالق. ماشي. الكيلو دقيق بياخد كوبايتين سمنه. ماشي. انت بقى تقسميه كوبايه سمنه وكوبايه زيت زي ما انت عاوزه، سمنه بلدي زي ما انت عاوزه، كل حاجه باختيارك انت. تعمليه بالزيت خالص والله بيبقى جميل وزي الفل. تمام كده حبايبي. المتاح عندك اشتغلي بيه. هما الكوبايتين نص كيلو سمنه، يعني 500 جرام. وانا هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. ماشي كده حبايبي. انا هنا حطيت الاولانيه دي معلقه سمنه اللي هي الصفرة، اللي هي البقري، جميله جدا يا بنات. وديت الكوبايه التانية انا اسميها نصها زيت ونصها سمنه روابي. تمام كده. انا كنت مسخناهم في الكاسرولة دي، عشان طبعا الزيت والسمنه الروابي ما يبقاش ليهم ريحه ولا اي حاجه، فكنت مسخناهم كده شويه. بس انتي بتعمليها بصي اللي هي بتسيبيها لما بتبرد. انا ايدي بصي ماسكاها وتمام. يبقى كيلو الدقيق بياخد مع كوبايتين سمنه، اللي هو نص كيلو دقيق 500 جرام، وبياخد نص كوبايه ميه اللي دوبنا فيها الخميره والسكر. تمام كده. وبياخد نص كوبايه لبن، هو هياخد مني كوبايه الا ربع. تمام. انا حطيت النص اهوت، وبعد كده هملى كوبايه نص تاني، بس انا هاخد ربعها بس. يبقى خد مني كوبايه الا ربع لبن، ونص كوبايه ميه، وكوبايتين سمنه، وربع معلقه بيكنج باودر، وكيس فانيليا، ورشه ملح، والسمسم بقى. تمام كده. بص انا عجنتها. بص انت بتعجنيها اللي انت بتفركيها كده، بتبسيها الاول، اللي هو بتبسيها كده على ايدك، وبرده في بعديها بتفتحي بقى في العجين كده زي ما انتوا شفتوني. وهنا بقى كنت قعدت. بصوا العجينه اقسم بالله كانت تحفه يا بنات، ملبن كده وحلوه قوي وطريه وجميله، ما تعبتنيش في اي حاجه، وسهله في الفرد. هنا بقى جبت القطاعه ديت اللي هي بالشراشيب ديت. كنت هنا بقى عملت في واحده قبل كده فردتها، ودي التانية اللي انا بفرد. ده صاج اهوت، هو عمل معايا 3، يعني يعتبر صاج زي دوت ونص كمان. تمام كده حبايبي. وصفه حلوه قوي وجميله. وقومي يلا جربي بقى في كيلو دقيق، نص كيلو دقيق. شوفوا انتوا عدد افرادكم قد ايه، وشوفوا اللي انتوا بتحبوه. عايزه تحشيها عجوه، عايزه تحشيها ملبن، جميل جدا. احنا بنحبوها كمان بالملبن، بس كان عشان ابني يروح لي فتح الله يجيب لي ملبن، ده كان بص هيقتلنا. فقلت بقى مش اشكال، هو كيلو، والمره الجايه بقى نبقى نجيب ملبن ونعمل فيه برضو كيلو كمان.
تمام كده. حلوه قوي وخفيفه، ولا بتحمي على الصدر ولا اي حاجه. تقومي الصبح كده بدل ما تقولوا انزل هات فول وفلافل، انزل هات لنا جبنه، انزل مش عارفه ايه، وتقومي بقى تحمري بطاطس ومش عارفه، لا لا لا، وعيالك يشتروا بسكوت من بره، لا. ده جميل جدا. هيقوموا كوبايه شاي، كوبايه شاي بلبن، كوبايه قهوه، هتاخدي لك وحدتين، تحفه جميله قوي يا بنات. يا ريتكم تجربوها وهتطلع حلوه قوي معاكم. بصوا ما خدش اي حاجه، دي اخر حته اهيت هنعملها سوا، وسهل سهل جدا في العمايل. يعني ما تكسليش وتقولي لا لسه هعمل. الكيلو بره غالي جدا يا بنات. احنا كنت بجيب الربع ب15، يبقى اللهم صل على النبي، يبقى الكيلو ب60. انت كده وفرتي كتير قوي. يعني هتجيبي وما بيفوش بركه، وبيبقى تقيل ومعمول بالزيت بتاع التومين بره، ولا مش حلو والله يا بنات. انت لو عندك حته سمنه بلدي كده على مزاجك كده، ايه هتظبطيه وهيطلع منك زي العسل، مع حبة زيت برضو، مع حتة سمنة روابي، جنة، كريستال، اي حاجة اللي انت بتستعمليها في البيت هتبقى جميلة قوي. تمام كده. اهو بصوا انا عملته وما خدش اي وقت. صلوا على النبي كده يا حبايبي. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ماشي كده. اللي بيتفرج على القناة وما اشتركش، في كلمة اشتراك دوس عليها، هيظهر لك الجرس، دوس على الجرس هي عشان يعلم الكل. اختار الكل. تمام كده. شوفوا بقى جربوها وقولوا لي بقى جربتوها ولا ايه. حلو قوي وجميل، ما بياخدش اي وقت ولا تعب ولا اي حاجة. هو كيلو بس، اعمليه نص كيلو هتعمليه هياخد منك صاج في الفرن، هيبقى حلو زي الفل. انا ده خد مني الصاج الكبير ده بتاع الفرن البوتاجاز، وصينيتين كمان اللي انتوا شايفينهم دول. تعالوا بقى يا حبايبي لما نشوف العظمه اللي احنا عملناها بطريقه سهله جدا، ما خدش معانا اي حاجه. ومكونات، بص هو كيلو دقيق، وانا هسيب لكم المكونات بتاعته في الوصف عشان اللي عايز يجربها يجربها، ويا ريت تجربوها. دي هتفطروا منها، تتعشوا منها، جميله جدا. لو عيلك جعان وانت لسه ما عملتيش الاكل فهتاكلي منها، جميله. هتديهوله ياكل منها شويه، حلوه قوي. بصوا النتيجه بتاعتها والله تحفه، انا مبهوره فعلا بيها. تعالوا بصوا. وبعدين ده كان فيه يجي نصهم عيالي خلصوهم طبعا، لان احنا كنا عاملين 3 صواني قدامكم، خلصوا يمكن صينيه زي ديت. قعدوا بقى يتسلوا وهو طالع من الفرن كده، هما بيحبوه سخن. حتى بصوا ديت لسه سخنه اهي. بصوا النتيجه بتاعتها، بصوا من جوه عامله ازاي، تحفه والله يا بنات. بصوا احمر، بصوا عامل ازاي، بصوا عامل ازاي، نتيجته تحفه والله يا بنات. انا مش عايزه اكسره كله، بس بصوا النتيجه بتاعته حلوه قوي. بصوا بيقرمش والله يا بنات، من بره ومن جوه جميل جدا. يا ريتكم تمشوا بس على الطريقه ديت والوصف دوت وهتلاقوه زي الفل. بصوا تعالوا قربوا كده، قربوا شوفوه. بصوا ولسه كمان، يعني ده اللي برد فيه لسه سخن تحت، يعني دي لسه طالعه سخنه لسه. ده لما يبرد كمان هيبقى زي الفل. بصوا شكله ما خدش اي حاجه. بصوا والله قرمشته جميله قوي، اللي هو بيقرفش دوت. بصوا بصوا عامل ازاي، تحفه جدا. اتمنى ان انتوا تجربوه وتمشوا على المقادير دي. انا هسيبها لكم في صندوق الوصف، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامه.